اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل بانيه كريسبي زي بتاع الشركات واحلى كمان وانضف لان هو بيتي وبمكونات اقتصاديه وبسيطه جدا. اول حاجه احنا هنا معانا نص صدر فرخه بس، هنعمل ده اللي هنمشي عليه وهتشوفوا هيطلع كام قطعه معانا. ومعانا 3/4 كوبايه دقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر، وهنا فيجيتار حار او بقسماط زي ما انت عايزه. ومعانا طبعا التوابل، احنا مش هنكتر توابل قوي عشان الفيجيتار ده بيبقى يعني متبل. معانا معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات، توم باودر على بصل باودر. وهنا دي مرقه دجاج فوريه بتبقى بتتباع كده سايبه من عند العطار. وهنا شطه. اول حاجه احنا هنهرسها كده في الكبه شويه لحد ما تبقى مفتته خالص، وهنشوف شكلها عامل ازاي. ده كده شكله بعد ما فرمناه في الكبه. هنحط عليه الدقيق كده، مش عارفه كوبايه لزقت، ونحط كمان الفيجيتار. طول ما انتي مثلا بتعملي كميه اكبر بتضاعفي الكميه. هنحط كده الملح، الفلفل الاسود، والبهارات، والثوم الباودر والبصل الباودر. عايزه تستغني عن الماجي دي براحتك، والشطه دي برضو اختياريه، يعني انت على حسب بتحب الحاجه حاميه ولا لا. هنقلبهم كده كده. عايزه تخلطيهم كلهم في الكبه مفيش مشكله. كده هنخلطهم كلهم ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. كده في صينيه معانا هندهنها زيت كده كده. واحنا كمان هنشكل دلوقتي العجينه بعد ما بقى ده منظرها كده. عايزه تزودي كميه اللحمه دي حاجه ترجع لك براحتك. كده هي الكميه حلوه قوي. عايزه نشكلها كور الاول وبعد كده نشكلها كلها، حاجه ترجع لك برضو. بس هنبل ايدينا زيت الاول كده. انا معلش عشان ايه نمسك بايدينا التانية كده. بعد كده ايه نخليها تخينه كده كده بالشكل ده. ده شكلها كده بعد ما اتشكلت. احنا بنكورها في ايدينا، بنعمل كرة من فوق كبيرة ومن تحت تبقى رفيعة شوية كده بالمنظر ده. احنا دلوقتي هنغطيها ونرص الطبقة التانية وهنحطهم في الفريزر لمدة 10 دقايق ربع ساعة، ونطلع نحطهم في الكرانش بتاعهم. وبعد كده نشوف برضو نقليهم. عايزة تحطيهم تفرزيهم في الفريزر لوقت مثلا ما تكوني مستعجلة وعايزة تحضري غدا سريع. البانيه باين فيها واللحمه بتاعته باينه فيها. عايزه تزودي الكميه برضو براحتك، حاجه ترجعلك. انا بتكلم في حاجه اقتصاديه، حاجه خفيفه برضو الولاد بيحبوها، تعمليها انت في البيت افضل لك ما تشتريها من بره. ده شكله كده بعد ما جمد شويه في الفريزر. احنا حطيناه بس عشان يمسك نفسه. وده كده معانا حبه الكريسبي الحار ده. احنا اللي خليناه حار ليه، حطيت له انا شويه شطه عشان هو ما بيبقاش ليه طعم. شويه شطه وشويه فلفل اسود وشويه ملح بس. احنا كده كده ده متبلينه واخد تتبيلته حلوه قوي. اول حاجه هنجيب ده كده بعد ما حطيناه في الفريزر شويه بالمنظر ده. ها كده. وهنحطه في قلب الميه على طول ونشيله. هنجيب شوكة بس ثانية ونقرب دي مننا كده كده بالطريقة دي سريعا كده، ونشيل بسرعة ونرجعه تاني ايه للكريسبي ده. ونعمل كده شمال ويمين كده بالطريقة دي اهو بالمنظر ده. هنحطه نشوف بس من بعيد كده اهو. الكاميرا الاضاءة بتاعتها بتبقى عالية فبتخليه لونه مختلف تماما. هنكمل كله بالطريقة دي، هنعمل واحدة تانية مع بعض كده. تاني واحدة
عايزة تكرري العملية كذا مرة مش هتفرق. ليه؟ احنا عايزينه ياخد بس طبقة كريسبي كده. نحطها هنا، نشيلها بالشوكة، تستخدمي ايديكي عادي اهو كده كده. احلى من الجاهز بكتير. برضو انت ما تعرفيش جواه ايه دوت، انت عارفه انت حاطه فيه ايه. حتى لو انت الكميه مضاعفاها للدقيق والفيجيتار كده، يعني ضعف الفراخ مش هتفرق. اديكي انت عارفه ان انت اللي حاطه فيها فراخ بايديكي، مش زي ما الشركات بتعمل. اهو كده هكمل الباقي كله ونشوف. ده شكله بعد ما تبلناه كله. انا حاطه واحده دلوقتي في الفريزر كده عشان برضو نجربها مع بعض، نشوف النتيجه سوا تبقى عامله ازاي. هنحط دول كمان في الفريزر يجمدوا شويه، وبعد كده نرصهم في علبه، في طبق فل زي ما انت عايزه، وحطيهم في الفريزر وتطلعيهم وقت ما انت عايزاهم ومحتاجاهم على حسب طلبك. هتطلعي قطعه قطعتين للي جعان، تحطيهم في فينو، تحطيهم في كايزر زي ما انت عايزه. اهم شكلهم اللهم بارك تحفه. والربع كيلو بانيه او نص الصدر البانيه مطلع لنا كميه يعني كويسه، يعني حلوه ما شاء الله. اهو هنحطهم دلوقتي في الفريزر ونشوف برضو احنا بنقليه بيبقى شكله عامل ازاي. ده شكلها كده. احنا قلنا نحمر واحده بس عشان نشوفها مع بعض، هنقطعها كمان. بصوا القرمشه تحفه، مقرمشه وجميله جدا، والفراخ هتبقى باينه من جوه. هنشوفها دلوقتي اهي، تحفة مستوية وجميلة وفيها شكل الفراخ. انا هدوقها الصراحة. والله العظيم 3 احلى من بتاعة بره بمراحل. وحياة ربنا جربوا الطريقة دي يا جماعة وهتعجبكم جدا جدا، وموفرة واقتصادية وطعمها حلو، وانتي بنظافة هنا في البيت احسن من بتجيبها من بره. تحفة ما شاء الله. انا عايزة بس اقول لكم حاجة بعد اذنكم، عايزة اشتراك ولايك حلو كده منكم. ليه؟ لان انا بقدم لكم حاجات حلوة، فالمفروض برضو انتوا تدوني حاجات حلوة، تدوني لايك واشتراك. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.